خفتت بشكل غريب. جمال تنفس بعمق وقال: الظلام أحيانا بيكشف أسرارنا. الصوت الخافت اللي اتسجل كان بيدعم كلامنا وخلى التوتر يوصل لذروته. جمال حاول يهرب من المواجهة، لكن الباب اتقفل فجأة كأن القوة من وراها. أنا صرخت: ده مش طبيعي، الظلام هنا بيشهد علينا. منة وسامي وقفوا جنبي، وكلنا حسينا إن العدالة بدأت تخطو خطواتها. بعد المواجهة في المستشفى كل الأدلة انتشرت وسط الصحافة. محمود نشر تقرير مفصل عن التجارب الوحشية والظلم اللي اتعمل على مصطفى. الناس بدأت تثور وتطالب بالتحقيق العاجل في تصرفات الدكتور جمال. المسؤولين في المستشفى اضطروا يفتحوا تحقيقا رسميا بعدما انتشرت التقارير. كل المستندات والشهادات بائت دليل لا يمكن تجاهله. في المحكمة شهدت منة وسامي، وحضرت شهادات أحمد وست فاطمة بكل شجاعة. كل شهادة كانت بتكشف عن معاناة مصطفى وتفاصيل التجارب غير الإنسانية. الجمهور كان مستمع بانتباه، والعيون كلها كانت بتدور حوالين الدكتور جمال. الدكتور جمال حاول ينكر كل حاجة، لكن الأدلة كانت ساحقة. القاضي سأل: كيف تبرر استخدامك لمريض بريء في تجاربك القاسية؟ جمال تلعثم وحس إن كل روح مظلومة بتشهد عليه. المحاميين قدموا كل المستندات والملفات والصور والتسجيلات كأدلة دامغة. الجمهور والسلطات كانوا بيطالبوا برؤية العدالة تشتغل على أصولها. القاضي أعلن إن القضية هتتحول لمثال على عدم التسامح مع الظلم. بعد أيام من الجلسات المكثفة، الأدلة أثبتت أن الدكتور جمال كان متورطا في تجارب غير إنسانية. القاضي أعلن الحكم بصراحة: أنت مذنب بكل التجاوزات، ومعاناة مصطفى ما تنفعش تمر بسهولة، لازم حقه يرجع له. انحنى جمال ورأسه بين إيديه، وإن النهاية خلاص قريبة. في الجلسة النهائية للمحاكمة القاضي أعلن الحكم بالعقوبة المناسبة. قال: أنت هتقضي عقوبتك بالسجن المؤبد مع منع أي حقوق طبية مستقبلا. الجمهور صفق بصمت، والعيون كانت مليانة دموع من الألم والرضا، مع إن العدالة أخيرا ظهرت. جمال نزل من منصة المحكمة وهو شايف في عيون الناس نظرات استنكار وخوف. المحاميين والإعلام كانوا بيسجلوا كل لحظة في نهاية مأساوية.